لما يخترعوا مستر اولمبيا للطبيعيين انا اول واحد ابقى واقف عليها، واوعدك يا شلبي. الهجوم اللي هشام المربوشي بيتعرض ليه بتزيد اصراره وعزيمته ان هو يثبت نفسه اكتر. عايز اقول لك والله يا شلبي الناس عمرها ما هتسيب حد في حاله، وانا والله هدفي مش ان انا اثبت للناس ان انا طبيعي، هدفي ان انا اثبت للناس ان هم يقدروا يوصلوا طبيعي، وان اللعبه المفروض ان هي رياضه ومفروض ان هي تفيد الناس. يعني بعد ما بتخلص على كل حاجه بتدخل على صحتك. انا دلوقتي عملت كل اللي في ايدي عشان اثبت واشجع الشباب الصغيرين ان هم يبعدوا عن السكه دي ويخشوا في السكه الصح. فقررت بقى ان انا اعلي مستوى التشالنج، واجرب بقى واخاطر ايه اللي هيحصل. يعني عايز اقول لك انا اول بطوله اوفيشيالي طبيعي 100% العبها اللي هي بطوله الدبليو ام بي اف اللي فاتت. يعني بدل ما انا كنت بشارك في بطولات اللي فيها بياخدوا منشطات وانا طبيعي في مصر، لعبت على مستوى العالم، مستوى دولي، ودبي زي ما انت عارف ملتقى البلاد كلها. مبسوط جدا جدا وراضي بالمستوى اللي انا قدمته قبل اي حاجه. يعني سواء كنت خدت مركز او ما خدتش، والله انا راضي جدا.